بسم الله الرحمن الرحيم. مع حلقة جديدة من برنامجكم وبرنامجنا بسمة لبكرة، ومعايا النهاردة قامات من ذوي الهمم، ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة أيا كان المسمى، بمناسبة احنا مقبلين على اليوم العالمي لذوي الإعاقة. معانا أصحاب فكر، يعني هنسمع منهم آرائهم، هنشوف ايه العقبات اللي قدامنا. بصباح مساء الخير يا استاذه بسمه. معلش يا باشمهندس حسن. طبعا احنا عندنا زي ما الباشمهندس حسن قال قامات من ذوي الاعاقه. طبعا كل واحد فيهم قامه. نتشرف بحضراتكم. باسم حسين من محافظه القاهره، من ذوي الهمم، وحابب ان انا اشكركم على الدعوه الكريمه من برنامجكم الكريم بسمه لبكره. ودي دعوه طبعا كل 15 مليون معاق بيقدرها ويكن لكم كل احترام، والبرنامج بتاعكم، ودي دعوه كريمه منكم. شكرا لحضرتك استاذ باسم. استاذ اتفضل. صالح من السويس. بشكر حضراتكم على الدعوه الكريمه تمام. الاستاذ عصام المهدي ومن القاهره، وبشكر حضراتكم على الدعوه الجميله. ربنا يسعدك. شكرا. محمود السعيد من الاسكندريه. بشكر برنامج بسمة لبكره والله على حضورنا النهارده، وشكرا لحضرتك. شكرا. باسم محمد من المنوفيه، وبشكر حضراتكم بالدعوه الكريمه. شكرا. تمام. والله احنا اللي بنشكركم انكم لبيتوا الدعوه بصراحه، ونعتذر. بنشكركم، بنشكر حضراتكم طبعا ان انتوا لبيتوا الدعوه. استاذ باسم، ايه اول المناشدات يعني، او اول ايه الافكار اللي حضرتك عايز تطرحها في مشاكلنا او في مشاكل ذوي الاعاقه؟ هو اولا احنا ما عندناش مشاكل، بس احنا بنقول هي مناشدات. مناشدات طبعا، لسرعه الاستجابه وسرعه تيسير الامر. طبعا المجالس، موقع المجالس الطبيه المتخصصه لحجز موعد كوميسيون طبي لاستخراج جواب سياره مجهزه بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. بص حضرتك، هو دلوقتي حاليا كان الاول فرد ذوي الهمم اما بيجي ان هو عايز يستخرج جواب سياره مجهزه، كان عليه خطوه بيعملها الاول، بيتوجه للجمارك وبيقوم برفع حظر السياره المجهزه بعد مده ال5 سنين. وبعد ما بيرفع الحظر بياخد 3 خطابات، جواب للجمرك، جواب للمرور، جواب للمجالس الطبيه. فبناء عليه الجواب بتاع المجالس الطبيه كان بيتوجه بيه للمجالس الطبيه وبيدفع الرسوم، وبيخش بيتم توقيع الكشف الطبي عليه في نفس اليوم، وبعديها ب21 يوم بيتم استخراج أحقية صرف سياره مجهزه للفرد ذوي الهمم. ظهر يا فندم في الفتره الاخيره من حوالي 4-5 شهور ان صدر من وزاره الصحه والمجالس الطبيه المتخصصه موقع مطالب ان فرد ذوي الهمم ان هو يحجز عليه ميعاد لكشف الكوميسيون الطبي. كلنا رحبنا بالتنظيم والموضوع، بس فوجئنا يا فندم ان احنا الموقع غير مفعل بدرجه كبيره. بمعنى يا فندم، بمعنى ان هو دلوقتي حاليا الموقع بيفتح ايام معينه لوقت محدود، تمام، وبيقفل تاني. طبعا انا مقدر دوت ان طبعا بيكون على الموقع زي كده ضغط جامد وضغط كبير، بس طبعا دي صعوبه بيقابلها ذوي الهمم ان هو مش عارف يحجز على الموقع، وبالتالي برضه مش عارف يستخرج جواب سياره مجهزه، عشان السياره دي بمثابه لفرد ذوي الهمم روحه اللي بيتحرك بيها، جهاز تعويضي. بالظبط، هي بمثابه كرسي متحرك بالظبط يا استاذ حسن. تمام. فاحنا بنناشد السيده الفاضله الدكتوره هاله وزيره الصحه الاقبال كبير على الموقع، فيتنشط اكتر من كده. دي حاجه. او الحاجه الثانيه ان هو يرجع الشيء لامره يا استاذ حسن، بمقابل ان هو طبعا كان الموضوع سهل الاول، لان احنا بنحاول ان احنا نسهل كل الامور على فرد ذوي الهمم ونشيل الصعوبات اللي بيقابلها. فده الصعوبه اللي بيلاقيها في الحجز ديت. واغلبيتنا طبعا في مننا من ذوي الهمم ما عندوش نت في البيت، في مننا من ذوي الهمم ما عندوش خبره او مش متعلم، تمام. فحته ان هو بيخش يحجز الفترة على الزمنيه النت بالظبط يا فندم. تمام. فهو طبعا حته ان هو دلوقتي بيحجز على النت، بيضطر لو هو مش متعلم بيجيب حد بيحجز له، الموضوع كبير، تمام، موضوع صعب شويه. فاحنا بنطالب من السيده الدكتوره الفاضله الدكتوره هاله وزيره الصحه، بنكن لها كل احترام وكل تقدير على رعايتها للشعب المصري في اثناء فتره كورونا. والحمد لله احنا الدوله الوحيده اللي خدنا كل الاحتياطات الواجبه في فتره كورونا ومرض كورونا، مع العلم ان في دول كتيره قوي 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 جالها الوفات وملايين وجالها الاصابه، بس الحمد لله
احنا برعايه السيد رئيس الدوله ورعايه ربنا الحمد لله خدنا احتياطاتنا. فاحنا بنطالبها بحاجه بسيطه جدا اللي هي يعني لو السيده الفاضله والوزيره عملت بوابه تعقيم للفرد ذوي الهمم وهو داخل، هيتعاقم وهو داخل وهو خارج تمام، مع طبعا هيرتدي الكمامه، هيبقى الموضوع سهل زي الاول. وطبعا النقطه دي غير نقطه ثانيه اللي هي في كل محافظه يبقى في مجالس طبيه ويتوقع الكشف الطبي على اللي من اسكندريه هيتوقع الكشف الطبي عليه. سهوله التيسير وتيسير، لان صعب ان يجي لي فرد من سوهاج او من اسيوط او من اسوان او من اي محافظه ما يجي القاهره عشان عايز يستخرج جواب سياره مجهزه. انما لو عنده كومسيون دوت في المحافظه بتاعته، هو كان مفعل من فتره بس للاسف تم ايقافه، وكله دلوقتي بيتوجه للقاهره المجالس الطبيه المتخصصه عشان يتم استخراج سياره مجهزه. فاحنا من خلالكم بنناشد السيده الدكتوره الفاضله الدكتوره هاله بارجاع الشيء لامره، وهو ان الفرد ذوي الهمم معاه جواب سياره جواب رفع الحظر بيتوجه بيه على المجالس الطبيه، بيسدد الرسوم وبيخش بيتم الكشف الطبي عليه وبيستخرج الجواب بعد 21 يوم. هو استاذ بس هي المشكله كلها يعني احنا برضو كل واحد ياخد حقه. الدولة يعني الحمد لله برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه، وانا دايما بقول ان ده يعني رئيس بدرجة انسان اكيد يا فندم، وربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه، لان هو جه في وقت بجد الدولة يعني المركب كانت بتغرق تمام. ده يعني ربان شاطر ربنا يخليه لنا، وبنقول دايما ده هدية ربنا لمصر، وان شاء الله مصر في تطور وفي احسن. ودايما بنقول ان هو الراعي الرسمي للكل الشعب المصري، بس هو واخد يعني ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه يمكن بيحتفل معانا كل سنه بعيدنا واليوم العالمي لذوي الاعاقه اللي احنا بنعتبره عيد لينا. هي الفكره كلها مثلا ان الدوله كلها او العالم كله دلوقتي بيتحول يعني بيجي ناحيه التحول الرقمي اللي هو وانت قاعد في بيتك هتحجز وهتروح على ميعاد كشفك بس، فمش هتعمل مش هتعمل زي كثافه او الكلام ده كله او زحمه بالظبط. ماشي. فالموضوع بس موضوع اجراءات، موضوع ان شاء الله تيسير. طبعا في ناس بتخش بتقول بتكتب بيانات غلط اكيد، فبيكون محجوز له ميعاد فبيقفل على اساس ان هو واخد كميه معينه، هياخد مثلا سي 10 20 كل فتره، ففي منهم 5 6 داخلين بيانات غلط فما مش هينفع يروح. تمام. في نقطه برضه استاذ حسن يعني انا بس قبل النقطه عايز ارجع لحبيبي الاستاذ عصام ربنا يعزك. انت كان في نقطه، اتفضل مايك معاك، كان في نقطه عايز تتكلم فيها. بالنسبه للمناسبه الاسكان يعني بتكلم في موضوع الاسكان الاجتماعي. يعني احنا طالبين طبعا من سياده وزير الاسكان بالنسبه للتقديمات والحاجات دي، المفروض يبقى مشكورا. هو طبعا التقديمات تمام الحمد لله، بدر الموضوع قبل الناس تمام بأسبوع. احنا لينا اسبوع تقريبا قبل الاصحاء الحمد لله، فاسبوع. احنا بنناشد بقى بحاجات ثانيه، احنا يعني طماعين شويه معلش. بنناشد سياده الوزير ان طبعا يبقى في تخفيضات بالنسبه للاسكان الاجتماعي بالنسبه لذوي الهمم، وبنطالبه يعني يكون واقف معانا اكتر من كده. وبالنسبه للاستاذ عصام للاسكان اللي يبقى جنب الاسكان قريب من شغل ذو الهمم طبعا، تمام. عشان ما يعوقوش في اي مكان، بحيث يعني لو بيسوق سياره، في ناس مش كل الناس اللي بتسوق سيارات تمام، يعني في ناس معلش بتروح بعجل شغلها تمام، عجل ذو حالات خاصه تمام. فاحنا بنطلب بكده يعني لو كده يبقى مشكور سياده وزير الاسكان طبعا تمام، وبنشكره على هذا. طبعا يا استاذ حسن، طبعا يا استاذ بسمه، طبعا معانا دعم كبير جدا من السيد رئيس الدوله، واللي هو بيدعمنا في كل حاجه بصراحه. هو يعني بيدعمنا في كل شيء، حتى كل مطالبنا بتتحقق تمام، بالدليل ان هو اصدر لنا قانون خاص بذوي الهمم. يعني احنا لينا قانون دولة صدر لنا قانون، وكل البنود بتنص ان ذوي الهمم دولت ليهم احقيات كبيره. فده طبعا شرف لكل معاق ان لينا رئيس دوله زي سيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. تمام. وبعدين في نقطه انا حابب اتكلم فيها، انا عايز اقاطعكم كلكم النهارده، اخد الحلقه لحسابي بصراحه. اتفضل يا فندم. احنا يكفي ان اول رئيس جمهوريه يعتبر عام كامل عام 2018 عام ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه. على فكره يا جماعه احنا المسمى الرسمي بتاعنا في الدوله او في العالم ده بروتوكول يعني عرف مسمى كله ذوي الاعاقه. هو ايا كان احنا الحمد لله فينا شعراء وادباء، ومعانا النهارده بسم الله ما شاء الله كوكبه جميله جدا، ويعني من كل محافظات مصر، وانا من الشرقيه والاستاذه بسمه من الغربيه، معانا المنوفيه ومعانا اسكندريه ومعانا السويس ومعانا القاهره، يعني شامل المحافظات كلها. يعني احنا معانا المحافظات كلها بجد كان نفسنا يمثلنا حد ان شاء الله من محافظات الصعيد، بس ان شاء الله بالتواصل معانا هنفتح مداخلاتنا دلوقتي، هيكون معانا مداخلات ان شاء الله.
تمام. استاذه بس طب ماشي، بالنسبه لتعيين نسبه 5% قطاع حكومي او قطاع خاص، ويقول له يشرح لنا الكلام ده استاذ محمود. ايوه يا فندم. هو حضرتك احنا في الفتره الحاليه طبعا التعيينات بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى الموضوع كله بنروح القوى العامله. القوى العامله بتبعتنا على الشركات الخاصه، وده يا فندم بيسبب لنا مشكله كبيره. بنروح الشركات الخاصه يقول لي انا مش محتاج تعيينك، انت هات الورق بتاعك بس مش كل الشركات يا استاذ محمود. مش كل الشركات. تمام. ويبقى في مرتب، المرتب ده بيكون ضعيف، يعني مثلا 700 جنيه 800 جنيه 900 جنيه، وطبعا ده بالنسبه للمعاق بيسبب له عامل نفسي مش كويس. ان هو يقدر يفيد البلد، يقدر يساعدها، يفضل يعمل حاجات كتير للبلد. فاحنا محتاج ان هو يطلع. تمام. اكيد طبعا اي فرد هو محتاج ان هو يثبت الذات، ان انا احقيه زي السوي. لا، وبيبقى اكتر من سوي. الانسان المعاق بيبقى اكتر من سوي. هو طاقه عايز يفرغها ويثبت للعالم ان مش معاق جسديا وليس عقليا. المعاق معاق فكريا. معاق فكريا. انا دلوقتي معاق جسديا في رجلي، انما انا عندي طاقه جوه جسمي محتاج ان انا افرغها واثبت للعالم ان انا عندي قدرات زي اي انسان سوي. ممكن من افضل من انسان السوي. بالظبط. نرجع بس للاستاذ محمود وفكره. ويا فندم يعني نتمنى ان شاء الله يعني تفعيل القانون 10 لسنه 2018، وهو اللي بينص على تعيين ذوي الاحتياجات او ذوي الهمم في القطاع الحكومي او القطاع العام. يعني مشكور وزاره القوى العامله ان هي بتبعتنا الشركات الخاصه، بس احنا بنامل ان احنا يبقى فيه البديل. انا ممكن نخدم البلد في القطاع الحكومي كويس، ممكن يبقى اقدم للبلد شيء كتير، واحنا ذوي الهمم عندنا طاقه، فيا ريت الدوله تساعدنا في ده. ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله بامر الله. استاذ باسم، احنا النهارده معانا 2 باسم، يعني انا و2 محمود وواحد عصام وواحد حسن. تمام. طيب، بالنسبه لرفع الدعم على ترخيص السيارات الخاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، استاذ محمود صالح. استاذ محمود انا اسف، هنرجع للاستاذ محمود صالح. حاجه احنا فوجئنا بيها، كانت الفتره اللي فاتت كلها قبل صدور قانون رقم 10 سنه 2018 اللي اصدره فخامه معالي دوله رئيس الجمهوريه الرئيس الانسان الاب الفاضل، ده اللي انا دايما بحب نشدو بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان ترخيصنا بيعتبر عليه دعم، يعني ما كناش بندفع الضريبه السنويه للسياره، فكان المبلغ بيبقى بسيط في يعني ايه، في متاح لاي حد، يعني كان بيتراوح ما بين 300 400 جنيه يعني. فوجئت السنه دي وانا برخص العربيه ان بعد صدور القانون رقم 10 اللي اصدره فخامه السيد الرئيس ان تم رفع الدعم عن ترخيص السيارات المجهزه لذوي الاحتياجات الخاصه. فبنناشد برضو معالي دوله وزير الداخليه ان هو برضو يعني ينظر لنا في الموضوع دوت. احنا النهارده بنناشد ناس كتير يعني ان هم يعني ايه ينظروا لنا في الموضوع ده ويسهلوا علينا بعض الاجراءات، لان فئه بنلتمس مش العطف، بنلتمس حريه التعبير لينا، لان احنا فئه مهمشه جدا. احنا كنا مهمشين، يعني برضه في حاجات معينه يا استاذ حسن حاليا دلوقتي يعني اغلب ذوي الهمم بيعاني منها، يعني زي ما الاستاذ محمود كده تفضل ومشكورا وقال موضوع الترخيص ده جدا، يعني في اغلبيه الناس يا استاذ حسن واستاذ محمود برضه يأيدني بيبصوا لنا يكفيك ان الدوله صرفت لك سياره يا فندم. هي الفكره واصله غلط، هو السياره عباره عن هي الدوله ساعدتني فيها ورفعت عني الجمارك. تمام. السياره دي بمثابه كرسي متحرك انا بتنقل بيه بالظبط. تمام. لا اكتر ولا اتفضل يا استاذ محمود. وسيله بتسهل لي الامور يعني. فزي ما معالي وزير الداخليه اصدر مبادره جميله جدا من يوم 3 ان شاء الله مشكورا، جميع استخراج الاوراق لذوي الاحتياجات الخاصه بتبقى مجانا، سواء بطاقه سواء جواز سفر سواء. فنرجو من معاليه اليوم العالمي نرجو من معاليه ولمده شهر على فكره، خبر جميل جدا من معاليه مشكورا. كل سنه 3 ايام 3 ايام المره دي فاتح شهر او 20 يوم. طيب يعني فخامه الرئيس اهو بدايه مبشره. طبعا هي حاجه من وزير الداخليه جميله جدا تنفيذا لقرارات معالي دوله الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالموضوع كله احنا عايزين بس بعض التسهيلات والمعامله معانا بروح القانون برضه. استاذ حسن لو تسمح لحضرتك في حته برضه حابب اقولها، ان السيد وزير الداخليه يعتبر ان ذوي الهمم دول، واكيد هو بيعتبر كده اولاده او اخواته، تسهيل العقبات داخل وحدات المرور، لان القانون رقم 10 سنه 2018 اقر بند من البنود بيقول لحضرتك ان تسهيل
تمام، او تجهيز المكان اللي هيخش منه فرد ذوي الهمم. جميع وحدات المرور يا فندم كلنا بنعاني جوه، سواء الفرد اللي بيتحرك بجهاز داخل جسمه، او فرد بيتحرك بكرسي متحرك، او فرد بيتحرك بعكاكيز، او فرد بيتحرك بمشايه، بيضطر ان هو بيطلع يا فندم المكان مش مؤهل ان هو يطلع عليه ذوي همم، بيضطر ان هو بيطلع سلالم درجات. حتى لو في شباك الواحد اللي نبه عليها السيد وزير الداخليه، الشباك الواحد ده بالفعل موجود، بس مجرد ان فرد ذوي الهمم بيخش على الموظف بيقول له طب ارتاح واحنا ننده عليك، لان هو مش فاضيله، بمعنى صح. انا اسف الكلام دوت. بس بالراحه بس يا استاذ باسم، هو الفكره كلها بس ايه عشان ايه كل واحد ياخد حقه. تمام. القانون صدر 10/2018. تمام. اليات تفعيل القانون خدت فتره، لان مشكلتنا احنا كقانون، يعني انا لما اقول مثلا قانون جنائي، مين المسؤول عنه؟ وزاره القضاء او وزاره انا اسف القضاء والشرطه. تمام. القضاء ووزاره العدل ووزاره الداخليه. فبيبقى تمام، اللي هو هيتحكم على الشخص. تمام. وزاره الداخليه بتنفذ. انما احنا قانوننا مشكله ان هو ماسس كل الوزارات. صح. من وزاره دفاع طرق، من وزاره داخليه اجراءات، من وزاره صحه للكشوفات، لماليه، تمام، لتربيه وتعليم، بتفعيل قانون ان احنا لو في ابناء ذوي الاعاقه معفين من المصاريف. فاحنا مشكله القانون عندنا ان احنا لامسين من قانون من وزاره التضامن عشان معاشات تكافل وكرامه والجمع بين معاشين اللي هنرجع لها دلوقتي وهنتكلم عليها. فمشكلتنا ان انا مش بكلم شخص او بكلم شخصين، انا بكلم مصر كلها، جميع الجهات الحكوميه، جميع الجهات. اليات التنفيذ لازم تاخد وقت، كل وزاره ليها اليه تنفيذ مختلفه. حته المده بس يا استاذ حسن زادت شويه، ودي طبعا مسببه ذعر عن ذوي الهمم، ان القانون نزل بالفعل ولحد وقتنا هذا يعني تاخر شويه في تطبيق مواد. هو في مواد فيه انا معترف اتفعلت كتير، الجمع بين المعاشين، يعني بند الجمع بين المعاشين انا شخص من الاشخاص جمعت ما بين المعاشين. تمام. انا استفدت من موضوع الاعفاء الجمركي. تمام. في حاجات اتفعلت وفي حاجات ما اتفعلتش. تمام. موضوع اعفاء المصاريف الدراسيه انا بالفعل استفدت منه لابناء الثلاثه. تمام. في برضه يا فندم نقطه برضه حابب ان انا اطرحها، اللي هي ان السيد وزير الداخليه مشكورا اصدر من فتره يا فندم اعفاء ذوي الهمم من جميع الرسوم الترخيص السيارات المجهزه. تمام. فوجئنا ان احنا فرحنا كلنا بالخبر ده طبعا، واسعدنا الخبر ده كتير جدا، اللي هو ان احنا مفيش رسوم للترخيص خالص. يعني كده وزاره الداخليه بتحتفل معانا باليوم اهو. تمام. احنا بنعمل بالمزيد. ما هو في نقطه ثانيه بس يعني احنا بنعمل بالمزيد. اما جينا يا فندم جينا توجهنا على تمام. لا جينا يا فندم حاجه ثانيه، الكلام ده بقى له 3 شهور ونازل في جرايد رسميه. فوجئنا ان احنا في اخوه لينا كانوا لسه ما رخصوش، زملاء لينا يعني اما توجهوا على وحدات المرور وقال يا فندم السيد وزير الداخليه انزل قرار بكذا كذا كذا بان ذوي الهمم معافى من استخراج الرخصه الخاصه مصاريفها ما يدفعش اي مصاريف، ترخيص سيارته حتى لو عام واحد قيمه الضريبه عن السياره. فقالوا لا القانون لسه ما اتطبقش عندي او ما جاليش منشور بذلك. اترفع من عليكم الدعم. واترفع من علينا الدعم. فاحنا بنطالب من السيد الاب الروحي لينا برضو السيد وزير الداخليه مشكورا ان هو يفعل حته ان ذوي الهمم معفي من دفع رسوم ترخيص سياره او دفع رسوم استخراج رخصه خاصه، لان ده مساعد بالظبط، او يرجع الشيء لامره زي ما كان الاول. كنا بنرخص السنه الواحده يا فندم، لان احنا كلنا لازم نساعد البلد، ما دام البلد بتقوم كلنا سواء ذوي همم او اي حد في الدوله لازم ان احنا نقف ونتكاتف لحد ما نوصل ببلدنا ديت العالميه. ولو على العالميه وعلى حساب نفسنا مش مشكله. أكيد. مش مشكله، بمجرد ان احنا نوصل للعالميه اكيد الدوله هتبص لنا بصه ورعايه ثانيه خالص. فاحنا كل طلباتنا مشروعه وفي المستطاع لا اكتر ولا اقل. احنا طلباتنا ميسره وممكن الدوله تحلها لنا للفئه بتاعتنا، ان الفئه بتاعتنا فعلا يا فندم تستاهل ان هي تبقى ظاهره بصوره اكبر من كده، وقانونها يتفعل اكتر من كده. انا كان معايا مداخله، انا اسف يا استاذ بسمه، كان معايا مداخله من فتره، يعني كان الاستاذ احمد تقريبا، مش متذكر الاستاذ احمد العجوز تقريبا، كان بيقول لي، يعني هو في مداخلته كان بيقول احنا مش محتاجين حد يمد ايده في جيبه ويدينا، احنا محتاجين حد يمد ايده في قلبه ويدينا. بالظبط يا فندم. احنا النهارده ولاد مصر، جنود من ضمن جيش مصر. نعم. ولو الدولة استدعتنا في أي حاجة في مجالاتنا في أي وقت في أي مجال ونقدر نساعد، والله ما هتمنعنا إعاقتنا خالص. بالظبط كده. واحنا ما عندناش حاجة اسمها إعاقة أصلا.
احنا يا جماعه والله احنا يعني انا بقول الكلمه دي، احنا غير معاقين. عشان كده واحنا استاذ حسن انا فخورين. ذكرت وقلت ايه؟ ما انا اسف استاذ محمود. اتفضل انا ذكرت وقلت انا ذوي احتياجات خاصه، الاعاقه بتاعتي جسمانيا وليس فكريا او عقليا، انا فكري ممكن يفوق شخص سوي. اكيد. تفكيري وعقليتي ممكن يفوق اي شخص عالم، بس انا محتاج ان الدوله تمهد لي الطريق اللي انا اخد فيه قدراتي، وتشوف الدوله انا هقدر اثبت ذاتي او مش هقدر اثبت ذاتي، لان انا عندي الحماس وعندي الطاقه ان انا محتاج ان انا افرغها واثبت للعالم ان فرد ذوي الهمم ما ينقصوش اي حاجه، مفيش حاجه بتنقصه خالص. طيب بالنسبه فرصه مش أكتر. مفيش مشكله. تمام. بالنسبه لتخفيض الضرائب على الدخل للفرد لذوي الهمم، مين حابب نسبة يتكلم؟ 50. انا معاك يا استاذ أستاذ حسن. باسم تمام. تقريباً. الضرايب يا فندم طبعا ديت اتصارت في القانون، برضو البند ده اتذكر في القانون رقم 10 سنه 2018 ان القانون بينص على ان يتم تخفيض نسبه 50% على الدخل للفرد ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. ديت يا فندم حتى الان في مصالح حكوميه، انا لا انكر في مصالح حكوميه ومصالح قطاع خاص وشركات قطاع خاص طبقتها بالفعل. تمام. وفي الاغلبيه العظمى عشان ابقى صريح ما طبقتهاش، وديت هتفيد ذوي الهمم. اي نعم ممكن حد يكون بيتفرج عليا ويقول لي طب هي هتفيدك في ايه؟ ممكن يا سيدي هيبقى التخفيض ده 50 جنيه، ال 50 جنيه ديت ممكن انا احق بيها، ليه؟ ممكن تساعدني انا في ظروف ثانيه. تمام. فاحنا بنطالب من السيد الفاضل وزير الماليه مراعاه ذوي الهمم وتطبيق البند دوت والتفتيش عليه من قبل وزاره القوى العامله، ان فعلا البند ده اتطبق في جميع شركات القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الاعمال. تمام. اتطبق نسبه تخفيض 50% عن الدخل للفرد ذوي الهمم، لان هو بيحتاج فرد ذوي الهمم كل جنيه، لان مصاريفه واحتياجاته كبيره. بيحتاج مصاريف اسريه طبعا ده الطبيعي، بيحتاج مصاريف علاجيه ده الطبيعي، بيحتاج مصاريف لابنائه، بيحتاج مصاريف شخصيه ليه هو. فطبعا الدخل ما بيكفيش. الحمد لله على كل شيء طبعا، في الاول والاخر احنا الاعاقه دي من عند ربنا، فاحنا بنطالب السيد وزير الماليه ان هو يقف جنبينا ويساندنا في تطبيق البند دوت، هو وزير القوى العامله السيد الفاضل. تطبيق القانون ده على ارض الواقع، ان يبقى شيء فعلا مفعل حتى يستفيد منه ذوي الهمم، لان ده بند نازل في قانون وذكره لنا السيد الفاضل رئيس الدوله. تمام. الاب الروحي لجميع فئات ذوي الهمم. تمام. اللي دخل هو الاب الروحي للشعب المصري الشعب المصري كله. تمام. تمام. وبعدين يا استاذ حسن برضه في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها، يكفينا فخرا وشرفا ان رئيس دولتنا تمام كل اجتماعاته وكل مؤتمراته بدايه حديثه او نهايه حديثه او في منتصف حديثه دايما ما بينساش ذوي الهمم، ودايما في توصيات جايه من السيد الرئيس لذوي الهمم ومراعاه فئات ذوي الهمم ومراعاه اسرهم. فاحنا عشان كده هو تبنى ده الاب الروحي لينا، ده الاب الروحي لينا اللي لامس ذوي الهمم، اللي واقف في ظهرهم، اللي بيساندهم في كل مؤتمراته كل مجتمعاته. طيب بالنسبه لتحصيل رسوم الكارتة لذوي الهمم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لموضوع الكارت ده حضرتك احنا قانون كان 2018 كان ان احنا ما بندفعش كارته في البوابات نهائي. تمام. اي عربيه مجهزه ما كانتش بتدفع كارته نهائي، ولا هي ولا الجيش او الاسعاف. فمن فتره صغيره كده اتضح لنا انه احنا بندفع كارته في البوابات. فبالنسبه للمناقشه معاهم او الكلام معاهم ان المفروض ان في بند او اي حاجه للعلم ان احنا ندفع الكارته دي ليه؟ احنا معفيين منها اساسا. تمام. وانا معايا الرخصه بتاعت السياره ورخصتي ان انا ما ادفعش الكارته. تمام. وبرضه يا استاذ باسم في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل. احنا من زمان يا فندم في اتفاقيه دوليه في الاتحاد الامم المتحده، في الامم المتحده ذكرت ان ذوي الهمم ده غير مطالب بمصاريف اي مصاريف طرق او تحصيل كارته. فاحنا طول عمرنا معفيين من موضوع الكارته ده يا فندم. ففوجئنا من حوالي شهر يا فندم كل فرد ذوي همم قبل الموضوع دوت ما يصدر ليهم لبوابات الكارته كنا بنخش بنعرض الرخصه او بنتحدث معاه بنقول له سياره مجهزه، بيقول لك اتفضل يا فندم مشكورا على جميع اي بوابات في جمهوريه مصر العربيه. ففوجئنا من حوالي شهر يا استاذ حسن واستاذه بسمه اني بظهر له الرخصه بيقول لي بقول له مجهزه، بيقول لي لا يا فندم جالنا قرار ان فرد ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه اتشال من عنهم الاعفاء. فقلت له طب حضرتك بناء على ايه؟ فين القرار؟ فانا المفروض ان انا بدام نزل قرار من حق ان انا اشوفه عشان ادفع. فلما طرحت عليه الفكره قلت له من حق حضرتك تديني القرار وانا ادفع بناء عليه. تمام. قال لي لا يا فندم هو القرار دوت خاص بينا مش خاص بيكم، وده طبعا عبء مالي اتضاف لذوي الهمم.
عبء مالي مش مع في ناس هتقول لحضرتك ايه، طب هو عبء مالي ليه؟ ما هو 10 جنيه رايح و10 جنيه جاي. يا سيدي الفاضل هي ما بتحسبش كده، هي بتتحسب ان كل جنيه بيصرفه فرد ذوي الهمم بيحاول ان هو يكتسبه لنفسه عشان يوفر بيه مصاريف اسريه. تمام. فاحنا بنطالب من الاب الروحي لينا برضو السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الدفاع اعاده النظر في موضوع دفع الكارتة، لان ده عبء مالي ظهر جديد على ذوي الهمم. وطبعا احنا مش عارفين مين اللي اصدر القرار واني جهه اصدرت القرار، وانا على ثقه تماما يا استاذ حسن ويا استاذه بسمه، والله انا على ثقه تماما ان السيد رئيس الجمهوريه ما عندوش علم فعلا بموضوع تطبيق الكارت على ذوي الهمم وعدم اعفائهم، لانه لو عنده علم لان هو دايما بيدعمنا مستحيل. تمام. وبدليل ان هو يا فندم انا اسف، بدليل يا فندم ان السيد رئيس الدوله عايز يخلينا اعلى فئه في الدوله، لان انشأ لنا صندوق بيتم فيه خصم مبلغ 5 جنيه من اي موظف، تمام، لصالح ذوي الهمم. ليه الصندوق ده؟ الصندوق هيجي في يوم من الايام هيكبر، كل فرد ذوي الهمم في جمهوريه مصر العربيه تمام هيكون ليه شأن وذات عالي جدا، بدليل ان الصندوق ده لما يكبر هيبدا ان هو يفكر في مشروع لذوي الهمم، يعني ننشئ لهم شركات مشاريع وخدمات وأجهزة تعويضيه تمام. انا بتمنى من السيد رئيس الدوله السيد رئيس عبد الفتاح السيسي الاب الروحي لينا والسيد وزير الدفاع برضو من خلال قناتكم الكريمه وبرنامجكم الكريم والدعوه الكريمه اللي كلنا اتشرفنا بيها النهارده بالاستاذ حسن والاستاذه بسمه، ان هو يرفع عننا العبء دوت ويشيل وادخال ذوي الهمم من ضمن الناس المعفاه او المستثناه في دفع رسوم الكارت. تمام. تحصيل نسبه 1% موارد تنميه في جميع وحدات المرور، مع العلم انه تم تحصيلها اثناء استلام السيارات المجهزه بالجمارك. بص يا استاذه بسمه، البند ده يا فندم، البند ده ده يا فندم بيتم تحصيله مننا. الشخص ذوي الهمم اما بيتوجه للجمرك تمام بيقدم كارت الخدمات المتكامله وبيقدم الاوراق والجواب اللي معاه بحقيه صرف سياره مجهزه، فبيتم تحصيل مبلغ منه 1% اللي هي موارد تنميه. ففوجئنا يا فندم ان ما بنيجي نرخص بعد ما الورق بيترحل من الجمرك المنصرفه منه السياره لوحده المرور، فوجئنا يا فندم ان وحده المرور بيحصل مني من ضمن الرسوم، لان بيطلع باكج كده على بعضه موجود فيه رسوم تحصيل 1% موارد تنميه. فبطالب رئيس الوحده بقول له يا فندم انا البند دوت انا مذكور عند حضرتك في ورق الافراج الجمركي لما استلمت السياره ان انا تم دفعه في الجمرك، فبالتالي بيقول لي لا يا فندم انا ما عنديش تعليمات ومطالب مني ان انا احصل منك 1%. ال1% ده يا فندم بيتم تطبيقه على اجمالي ثمن السياره، مع العلم ان هو بيكون دفعه مرتين كده، لو دفعه في المرور بيبقى دفعه مرتين. تمام. وده عبء اخر برضه على فرد ذوي الهمم. تمام. فليه يطالب الفرد ذوي الهمم مع ان القانون يا فندم قانون المرور ذكر ان فرد الهمم فرد ذوي الهمم مش مطالب اساسا منه تحصيل ترخيص او تحصيل استخراج اي اوراق رسميه جوه المرور، بل كده فرد ذوي الهمم ضاف عليه بند جديد اللي هو الترخيص زائد ال1% رسوم تنميه، فبالتالي الترخيص القيمه الترخيصيه للسياره المجهزه زادت بقى عاليه جدا، لدرجه يا فندم احنا وصلنا دلوقتي ان السياره المجهزه بتوصل ترخيصها ل4 أو 5000 جنيه لل3 سنوات. ايه راي حضرتك يا استاذ محمود في الكلام ده؟ السنه ب 1500. هو حضرتك بالنسبه لموضوع الضريبه ده هيبقى يعني بنناشد السيد فخامه ورئيس الجمهوريه ان هو يساعدنا في الامر ده. واحنا ذوي الهمم انا شايف للدوله دور كبير والله في الفتره الحاليه بالاهتمام بمشاكلنا، فيعني من خلال البرنامج بتاعكم بسمه لبكره يعني نتمنى ان صوتنا يوصل وان شاء الله نحقق كل المطلوب بالعقبات اللي بتواجه ذوي الهمم، وربنا يا رب يوفق الجميع ويوفقنا يا رب ان بلدنا تكون قد الدنيا يا رب. استاذ باسم انا جالي سؤال على الهوا كده تمام. في حد من زملائنا من اصحاب كف البصر اللي هم المكفوفين، احنا بنقول عليهم كف البصر. ايه؟ اخوالينا. لا دول اخواتنا وزملائنا وحبايبنا، احنا كلنا واحد. كلنا اخوه مع بعضينا، كلنا واحد، كلنا شخص واحد، كلنا بنحس ببعض. بالظبط يا فندم. جات لي يعني حاجه على الهوا كده، حد من زملائنا من كف البصر عنده اخ واحد من الام. تمام. هل يجوز ان هو يبقى مرافق او هو يقود السياره مكان اخوه؟
اكيد يا فندم. هو اخ من الام مش اخ من الام، مش من الاب، مش من العصب يعني. يجوز مش مشكله. هو عايزين بس عشان بس نسمع بعض. يجوز طبعا. تمام. هو ممكن لو حتى حد قريبه او بس لازم شرط من الشروط يكون من نفس المحافظه. تمام. بس هو يعني شرط من الشروط يكون من نفس المحافظه. تمام. يعني يجوز درجه اولى او درجه ثانيه. بالظبط. تمام. يعني اقصى حاجه قرابه درجه ثانيه. تمام. دي ذكرها القانون برضو ان هو يعني بيكون قرابه درجه اولى او درجه ثانيه. احنا هيبقى معانا مداخلات تقريبا دلوقتي، بس انا على حد ما تيجي بقى المداخلات احنا قلنا تقريبا احنا خلصنا كل لا في بند يا فندم برضو حابب ان انا اطرحه برضو مشكله كبيره جدا اللي هي اللي الجمع ما بين المعاشين للسيده بقى المتزوجه مش الارمله او هقول لحضرتك الجمع ما بين معاشين احنا هنتكلم فيه بعد المداخلات. تمام يا فندم. تمام يا استاذ. بس احنا النهارده بصدد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقه اللي هيبدا بكره. اكيد احنا هنبدا الشهر كله. ان شاء الله. تمام. كل سنه وحضرتك كل سنه طيبين. وحضرتك وزملائنا واخواتنا وشعب مصر كله. يعني انا حاسس ان كل منشداتنا دي هيتم تحقيقها الشهر ده. وهو مش عيد لفرد ذوي الهمم بس، هو عيد لفرد ذوي الهمم واسرهم اكيد طبعا واحبابهم واصدقائهم، لان كل العالم بيحاول ان هو يظهر الحب والتعاطف نحو ذوي الهمم لتوفير المحبه والصداقه الدائمه ما بين فرد ذوي الهمم والفرد السوي العادي. وطبعا ذوي الهمم منهم اولادنا، منهم اكيد يا فندم. اكيد طيب انا معايا مداخله من الاستاذه نيفين. السلام عليكم. طب كويس. عليكم السلام. عنصر نسائي موجود. طيب اتعرف بحضرتك. مدام نيفين يحيى. منين يا استاذه نيفين؟ من ذوي الاحتياجات الخاصه. منين يا استاذه نيفين؟ من القاهره. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا حضرتك. معاكي الاساتذه واحنا معاكي تحت امرك. انا والله عندي مشكله بجمع المعاش السيده المتزوجه، مع ان القانون سمح بذلك للراجل والسيده المتزوجه ان هي تجمع المعاش دي، لان انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. فمن خلال برنامجكم المحترم والقناه المحترمه بناشد سياده الرئيس الاب الروحي لينا انه يخلينا نجمع المعاش للسيده المتزوجه، لان عليها اعباء كتير، بتبقى عايزه حد يساعدها في البيت، ويبقى دي مصاريف زياده عليها وعلى زوجها، وبيبقى عايزه حد يوديها مستشفى غير اولادها، لان بيبقى برضو الاولاد تعبانين في انتقالها من مكان لمكان، فبتبقى برضو عايزه حد معاها يساعدها على المعيشه ويساعدها على القيام بواجباتها. فبنناشد سياده الرئيس والاب الروحي لينا انه يخلينا يعني يدينا الحق بجمع المعاش. تمام استاذه نيفين، يعني حضرتك نص المجتمع زي ما بنقول، والجمع بين معاشين باذن الله زي ما الرجال بس احنا كنا هنتكلم في الموضوع ده بصراحه، بس انا كنت مستني مداخله يعني كنت حاسس ان هيتم مداخله في الموضوع ده. بشكر حضرتك جدا يا استاذه نيفين، وان شاء الله عندي امل في ربنا ان صوتنا يوصل من خلال الحلقه دي ومن خلال البرنامج النهارده، وان بامر ربنا اللي احنا يعني عشمانين في وجه الله، ثم في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاب الروحي لكل المصريين، خاصه احنا بقى متميزين مع سيادته ان احنا اولاده، يعني هو مهتم بينا وهيحتفل ان شاء الله بامر ربنا بيحتفل معانا كل يوم، وسيادته ميزنا برعايته بقانون وبصندوق خاص بينا، ويعني الحمد لله بامر ربنا العقبات كلها تتذلل الشهر ده ان شاء الله. تمام. بس انا عايز ارجع في النقطه، عايزه بقى تفعيلها مش اكتر. موضوع تفعيل محتاج وقت بس. تمام. بس القوانين كلها شغاله. ايوه بس هو فعلا صدر قرار من حوالي اسبوع او 5 ايام، ما اعرفش بصراحه هو القرار ده فعلا هيبدا يتفعل ولا لا. تشكيل لجنه من وزاره الصحه، تمام من وزاره التضامن، من وزارات معنيه، جميع الوزارات، جميع الوزارات المعنيه، جميع الوزارات لبدء تنفيذ جميع بنود القانون رقم 10 لسنه 2018، وبناء عليه لو اللجنه ديت يا فندم فعلا اتشكلت صح وبدات فعلا في شغلها، انا واثق يا استاذ حسن ان في خلال لا يقل عن 4 أو 5 شهور القانون هيفعل بجميع بنوده والكل فرد ذوي الهمم هيستفاد من جميع بنود القانون رقم 10 لسنه 2018. يعني الكل هيستفاد، فان شاء الله بامر الله نتفائل خير ونتوقع خير ان اللجنه ديت هتبدا على ارض الواقع بتنفيذ القانون بجميع بنوده اللي كل فرد ذوي همم هيستفاد منه. انت او ابنائك هيستفادوا منه برضه، لان برضه عايز اذكر يا استاذ حسن
ميزه ميزها لينا برضو وزاره الدفاع ووزير الدفاع مشكورا هو السيد الفاضل وزير الداخليه، ان اتاحوا لنا دخول جميع النوادي والدارات القوات المسلحه والشرطه مجانا، بس في بنود معينه اللي هي ايه؟ الزوج الاب والام والطفل الاول مجانا، وبعد كده بيحاسب لو في اطفال تانية. طبعا ده شيء كافي جدا. التاني مجانا، وده طبعا شيء مميز جدا. يكفي ان انا النهارده ما بخش اي دار قوات مسلحه بظهر له بطاقه الخدمات المتكامله، بيقول لي اتفضل يا فندم في كام شخص موجود في كذا كذا. طيب انا بس مش عايز اطول على ضيوفي مداخلات. معايا مداخله الاستاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اتعرف بحضرتك يا استاذ احمد. الحمد لله. طبعا تحيه كبيره لحضرتك وللزملاء الافاضل، ربنا يعزك، ومشكورين جدا جدا ان هم تناولوا العديد من القضايا الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. بس انا احب يعني القي الضوء على موضوع. طبعا الدوله جاهده انها بتعمل يعني مساعي كبيره جدا جدا من اجل تسجيل الحياه بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم. تمام. لكن في بعض النقط المهمه جدا اللي لازم الدوله تركز عليها اكتر، وانا يعني الاب الفاضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انا متاكد ان هو مش محتاج مننا ان احنا نقول له اعمل لنا كذا او كذا، لان هو مشكورا من نفسه شرع القوانين اللي بتسهل لنا الحياه وبتقدم لنا، بتحاول نوعا ما ان شاء الله يكون حياتنا افضل ونكون اقرب للحياه الطبيعيه. تمام. عندي مشكله يا فندم بخصوص الاجهزه التعويضيه. تمام. الاجهزه التعويضيه ديت ان في فئه كبيره جدا جدا من ذوي الاحتياجات الخاصه ممكن يستخدم الجهاز التعويضي اكتر من مره، يعني لو افترضنا ان كل سنتين ثلاثه بيحتاج تجديد الجهاز التعويضي. تمام. الاجهزه التعويضيه دي يا فندم موجوده عندنا هنا في مصر، والدوله كمان مشكوره انها اعفتها من ضريبه القيمه المضافه ل 14%. تمام. لكن رغم ذلك الشركات بتعاملنا معامله سيئه جدا جدا. الشركات الخاصه؟ لا الشركات اللي بتبيع الاجهزه دي، الشركات الخاصه اللي بتستوردها. ايوه تمام. بالظبط يا استاذ احمد، بالظبط. انا ما بتكلمش يا فندم عن الانتاج المحلي. تمام. انا بتكلم على المستورد، وحتى المحلي اللي المفروض اصلا لا بيدفع جمارك ولا بيدفع قيمه مضافه. الاجهزه التعويضيه ديت بالنسبه يعني المحليه رخيصه جدا، لانها مش بيعملوش فيها الخامات العاليه اللي زي اللي بنستوردها من بره، ورغم ذلك اسعارها عاليه جدا. حضرتك طيب المطلوب يا استاذ احمد حضرتك تشديد الرقابه على الاماكن دي. بالظبط. المطلوب ان هو ده بيزنس بالنسبه لهم، بغض النظر ان هيستخدمها ذوي احتياجات خاصه او لا، ده بيزنس اوكي مفيش مشكله. انا ما عنديش مشكله انه يكسب، لكن هامش الربح بتاعه يكون مسعر وتحت عين الدوله وتحت اشراف الدوله. فعلا صح يا استاذ احمد. فعلا استاذ احمد انا ما عنديش مشكله، انه يكسب. ما هو في النهايه هلاقي ممكن موظف او هو مسؤول برضه عنده وهو رب اسره ومطلوب انه يكسب وعنده برضه يا استاذ احمد كذا. انا اسف لمقاطعتك يا استاذ احمد. انا بس عايز ان الموضوع ده يكون مقنن تحت اشراف الدوله. طيب. تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي. حتى لو انا هعمل الجهاز ده على حسابي تمام، اخد فاتوره ارجع بيها لوزاره التضامن الاجتماعي اللي هو المفروض الجهه اللي هي بترخص له. تمام. بحيث الحكومه تبقى عارفه هو بيكسب كام. تمام. ما تسيبناش له كده ان هو يبيع ويشتري فينا، ويكون كمان بعيد عن اعين الدوله. ما تعرفش هو ان شاء الله بيبيع بكام. تمام. فكره حضرتك وصلت يا استاذ احمد، ومتشكر جدا لحضرتك ومتشكر لمداخلتك الكريمه. انا بشكر حضرتك على الهوا، وان شاء الله بامر ربنا يكون الناس بتسمعنا النهارده وبشكر حضرتك على الهوا. طيب استاذ عصام، بالنسبه لكارنيه الخدمات المتكامله ايه راي حضرتك فيه؟ والله هو يعني عمل لينا حاجات كتير الكارنيه، بس هو اللي مطلوب انه تفعيله اكتر. تمام. بس يعني هو بصراحه في حاجات يعني ما كناش نحلم بيها اصلا، مميزات خطيره جدا في منتهى الجمال، بس تمام. حاليا لسه ما كملش تفعيله. تمام. اتفعل في بعض الحاجات تفعيله هيكمل، لكن تفعيله هيكمل فعلا جميع بنود القانون. تمام. يعني احنا محتاجين تفعيله يكمل فعلا باجمالي المتطلبات بتاعه ذو العهد الخاص. تمام. طيب انا بقى عايز اقول حاجه. انا سايبكم تتكلموا ونشيلنا في نقطه بقى استاذ حسن معلش هسمعك والله. لا في نقطه صغيره تعقيبا لكلام الاستاذ احمد. ما انا هسمعك. برضه الدوله ما سابتش ان فرد ذوي الهمم مالوش اي وحده انتاجيه للجهاز لذوي الهمم. في يا فندم مصنع لتصنيع
جميع الاجهزه اللي بيستخدمها والمشايات والعكاكيز والكلام ده كله يا فندم مصنع على قدره عاليه جدا. تمام. اسمه داخل مستشفى التاهيل التابع للقوات المسلحه بالعجوزه. تمام. المصنع ده يا فندم تابع للقوات المسلحه، والفرد ذوي الهمم لو معهوش القدره الماليه او ما عندوش القدره الماليه ان هو يشتري الجهاز بيتوجه لوزاره الصحه، بيستخرج جواب على نفقه الدوله وبناء عليه بيتم استلام جهاز او تصنيع جهاز للشخص ده. فاحنا برضه عندنا الحمد لله مصنع تابع للقوات المسلحه باعلى خامات واعلى امكانيات، وكفايه ان هو تابع للقوات المسلحه. بالظبط. اللي هو داخل مستشفى يعني التاهيل اللي في العجوزه التابعه للقوات المسلحه. المصنع ده يا استاذ حسن تمام على قدره عاليه جدا وعلى قدره المؤسسه اللي يعني انا بقول دايما المؤسسه اللي ما بتغلطش. انا بحس ما شاء الله ربنا يحرسهم اخواتنا واهلنا. مستشفى مخصصه لذوي الهمم في جميع الاعاقات. والله انا قسما بالله كنت طول عمري يعني انا عندي شلل اطفال في القدم الايسر. كنت وانا صغير عايش على امل ان انا ابقى ظابط. حتى انا والدي كان ظابط في القوات المسلحه، فكنت عايش على امل ان انا ابقى ظابط. فلما كبرت يعني ايه فالامل ما راحش، ما انا برضو مع ابويا والدي، يعني والدي بيخدم واخويا خدم في القوات المسلحه، وانا كنت بتمنى والله انا بقول مناشده انا لو ينفع ان انا والله اشتغل اداري اعمل اي حاجه. انا موظف يعني انا المهم ان انا اكون ضمن المؤسسه دي بجد. مؤسسه انا حابب الناس دي بتعامل بنظام، بتعامل بنظام بس عندهم برضو مرونه لما بيتعاملوا معانا كذوي همم. المؤسسه العسكريه المحترمه بجد، جيشنا العظيم وشرطتنا العظيمه ورئيسنا فعلا العظيم اللي ربنا يحفظه لنا. الناس هتتخانق معايا في كنترول يا استاذ محمود يا استاذ باسم، بيقولوا لي الناس دي ما اتكلمتش. يعني انا بقى يعني عايزين بتقول ايه في برنامجنا؟ لا هو مش الموضوع كده، بس انا عايز انقل بقى. احنا قلنا المنتشرات كلها هنتكلم في موضوع الجمع بين معاشين للمراه، هرجع لاستاذ باسم. بس انا عايز اقول بقى للدوله، طيب احنا ناشدنا كل الناس، احنا بقى عايزين ايه يعني نقدر نفيد ايه الدوله؟ عندنا افكار ايه عشان نقول لهم فعلا ان احنا اصحاب فكر مش جايين نطلب بس. احنا ذوي الهمم يعني عدد كبير جدا على مستوى الجمهوريه. تمام. احنا ممكن نعمل صندوق، الصندوق ده يخدم كل ذوي الهمم. ما الصندوق فعلا فخامه الرئيس فعله فعلا، اتعمل بالفعل. هو حضرتك قصدك صندوق شكاوي ان احنا نساهم فيه كل ذوي الهمم. صندوق اكيد طبعا ده يتعمل يا فندم ويشترك فيه كل ذوي الهمم بمبلغ بسيط جدا. نقدر نعمل مشروع او مصنع او شركه يشتغل فيها ذوي الهمم اكيد، ويبقى المشروع بيخدم نفسه. ما هو كله ذوي همم بالظبط يا فندم، اللي عاملين عليه. هو الصندوق فعلا فخامه الاستاذ محمود السعيد. الاستاذ محمود السعيد زميلنا من ذوي الاعاقه، هو بيطرح فكره ان الصندوق هيطلع منه مبالغ مثلا يتعمل مصانع ويتعمل مؤسسات. هو فعلا بالفعل الصندوق هيبقى قائم على كده. بس غالبا يا استاذ حسن الصندوق اللي حاليا دلوقتي اللي انشاه لنا السيد الفاضل رئيس الجمهوريه الاب الروحي لذوي الهمم، الصندوق ده هتبقى دايما اغلبيته لاعانات لذوي الهمم، الاعانات الشهريه زي معاش تكافل وكرامه، اللي طبعا هيبقى فيه من جزء من الصندوق بيشرف عليه الحكومه مع بنك ناصر الاجتماعي. تمام. لان هو المختص بالفئات اللي هي ذوي الهمم. تمام. زي القروض الميسره هيحط برضو جزء من الصندوق دوت اللي بيتم تدعيمه. طيب ما هو نفس السياق يا استاذ باسم. كلام استاذ محمود جميل جدا وممتاز، وانا فعلا اطرح الفكره دي بعمق جامد جدا. بمعنى يا فندم احنا مقصد استاذ محمود ان الصندوق ده يا فندم باشتراك شهري زي نقابه مثلا، زي نقابه. الصندوق ده هيبقى اشتراك شهري وعلى مدى 2 أو 5 سنين فتره معينه بتشرف عليه الحكومه. تمام. هيتحط رقم حساب زي صندوق تحيا مصر اللي كلنا بنتبرع ليه، لان هو ده راجع لينا الافاده من صندوق بنك مصر لكل فرد في جمهوريه مصر العربيه، هيعود عليه العائد والفايده من صندوق تحيا مصر دوت. تمام. هو مش معمول للدوله، هو معمول للمواطنين. تمام. فبناء على كلام استاذ محمود احنا مقصود ان الصندوق دوت يبقى اشتراك شهري، وبعد مده 5 سنين او اي مده تحددها الحكومه يتم فتح الصندوق وتخصيص قطعه ارض لذوي الهمم، قطعه ارض مصنع عالمي، وكل العاملين فيه سواء اداره او عماله او اصحاب ذوي الهمم بيبقى المصنع ده، وبعديها ننشئ مصنع تاني في تخصص تاني في مجال تاني. تمام. فكره ممتازه جدا. وانا من خلالكم انا بتمنى اعرض الفكره ديت بتصميمها، لان انا مصممها بالفعل على الورق وفي دماغي كل افكارها وعامل لها دراسه جدوى. ان انا نفسي يكون ليا شرف مقابله السيد الاب الروحي ليا والجميع ذوي الهمم، اخواتي ذوي الهمم، ان انا اقابله مقابله شخصيه واعرض عليه فكره المشروع
وهو انا واثق ان الاب الروحي لينا ده السيد رئيس الدوله هيبص وهيشوف المشروع وهيوافق عليه ساعه تاريخه، لان مفيش طلب لذوي الهمم من السيد رئيس الجمهوريه الا لما وافق عليه في ساعه تاريخه. تمام. استاذ باسم، احنا ما سمعناش صوتك خالص على فكره. لا بجد والله. يعني حضرتك عفوا، حضرتك طرحت نقطه وسبت المجال للناس. على فكره احنا معانا 5 دقايق او 6 دقايق كبار طبعا. تمام. انا بتشرف بيهم في اي مكان. ربنا يعزك. انا بس اللي عاوز اتكلم فيه حضرتك ان احنا مثلا بنبقى رايحين مثلا مكان زي المرور، مكان زي البنك، ان هم بس يبصوا لنا بروح رياضيه شويه، ان احنا ما بنقدرش نقف. تمام. ممكن بيبقى مثلا في طابور قدام البنك، قدام المرور، ما بنقدرش نقف ان احنا نخلص الاجراءات بتاعتنا. في شباك خاص لحضراتكم؟ ما فيش، في مناطق ما فيهاش، يعني احنا ما عندناش. طب تمام. حضرتك عندك فين؟ في الباجور. في المنوفيه. في المنوفيه. طب يعني ده المنوفيه يعني ده احنا يعني ربنا خلق كل تحيه كبيره جدا 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 لاهل المنوفيه اللي احنا بنعتز بيهم وكل قادتنا العظام طبعا من المنوفيه. مشكله بس مفيش اي مشكله الحمد لله. ربنا ما يجيب مشاكل ان شاء الله. وان شاء الله انا بقى حابب بقى اتكلم عن مبادرتي انا من خلال برنامج. انا عامل مبادره اسمها اصدقاء ذوي الهمم. كل مؤسساتنا او اماكننا او محلاتنا اي حد يقدر يساهم معانا بتخفيض خاص لذوي الاعاقه، ان انا بخش مكان احس ان انا واخد وضعي فيه تمام، فيتفضل ويعرض المبادره معانا ويعرض مكانه معانا. تمام. تمام. يبقى حاجه مميزه لما انا اخش مكان الاقي عليه ستيكر كده مبادره اصدقاء ذوي الاعاقه على مستوى مصر، او هذا المكان يرحب بذوي الاعاقه. تمام. حتى لو من غير خصم خالص. انا عندي مدارس الرواد، عندي اتش تشيك النهارده معايا في المبادره، وعندي قصر مولات ابو هبه. الناس دي فعلا مفعله المبادره عندهم وبجد. يعني الحاج احمد حسن ابو هبه والحاج محمد حسن ابو هبه بلبيس عندي من رواد العمل الخيري بصراحه، وانا وان شاء الله يكونوا معايا في حلقه قريبه. اهل بلبيس حبايبنا كلهم. ربنا يعزكم. احنا النهارده بجد كانت حلقه مميزه. انا ما اتكلمش خالص، الاستاذ باسم اللي كان بيتكلم. تمام. طبعا الاستاذ باسم تمام. انا لسه معايا 3 دقايق وحابب الشرف ان احنا طلعنا في البرنامج دوت. والله هو على القناه المحترمه ديت اللي هي بتراعي، يعني قناه MAC ديت قناه عظيمه بان هي تبنت فكر ومشاكل ذوي الهمم، وحبت القناه ان هي تقدم المبادره تعرض على الراي العام مشاكل ذوي الهمم والمعاناه اللي بيعانيها ذوي الهمم. ودعوه حضرتك الكريمه يا استاذ حسن، ودعوه الاستاذه بسمه الكريمه، وكان لينا الشرف ان احنا نطلع في قناه محترمه زي ديت، وعرضنا كل المشاكل اللي بيعاني منها ذوي الهمم. وده طبعا فخر لكل مصري ان عندنا قناه محترمه بنقدر ان احنا بنناشد من خلالها السيد الرئيس، السيد الوزير، صوتنا ان شاء الله يوصل عبر المنصه بتاعتكم، لان انتوا فعلا تستاهلوا كل خير ان انتوا تتبنوا مشكله من مشكلات ذوي الهمم. دي حاجه فخر لكل مواطن مصري. تمام. والله انا معايا دقيقتين اهو. والله سامع. انا بجد بتوجه بالشكر النهارده للاستاذ محمود العوامري رئيس مجلس اداره القناه على الاتاحه وعلى يعني لما بقول له انا معايا يا جماعه من ذوي الاعاقه يقول لي لا ده انا هنزل لك الاستوديو تحت. قوي والله. احنا ربنا يبارك فيه طبعا. الاستاذ معايا الاستاذ عمرو لطفي مدير القناه، كل التحيه ليه. الاستاذ محمد عبد السلام يعني شخصيه محترمه جدا. الاستاذ محمد سمير المخرج اللي تعبان معايا من الصبح، والاستاذ محمد ابو جبل. والله عايز اقول يا ابو حسن كل فريق الاعداد بتاع البرنامج بصراحه ما فيش اي صعوبه وسهلوا لنا كل الامور، لان كلنا فعلا اللي داخل بمشايه واللي داخل بعكاز كلهم كانوا على الترحاب بينا وعلى مساعدتنا. حتى المخرج السيد الفاضل الاستاذ محمد كان بيساعدنا وبياخد المشايه بتاعتي، اخدها مني وركنها لي على جنب، جاب لي كرسي يريحني. فبصراحه لا بصراحه والله انا يعني بقولها عن ظهر قلب ان فعلا بمعاملتكم وقبلكم وترحابكم بينا انا حسيت ان انا في بيتي مش في قناه. على فكره يا استاذ باسم احنا منكم بيتي مش في قناه. ما انا من ذوي الاعاقه برضه. لينا والساده المخرج. نعم فندم. ربنا يخليك يا استاذ محمود. بنشكر القناه طبعا وبنشكر كل العاملين عليها. انا حسيت ان الكل بيحاول ان هو يخدمنا، الكل بيحاول ان هو يساعدنا، من المخرج لاصغر عامل في القناه كله بيحاول ان هو يسهل الامور لينا، ومحسسنا ان احنا دي قناتنا مش قناتهم، دي قناتنا. لا هي فعلا قناتنا وده برنامجنا بصراحه، يعني دي قناتنا وده برنامجنا. حاسس مش قناه حد، لا يعني فاهمني. انا بقول لحضرتك عن ظهر قلب والله انا حاسس ان انا في بيتي. اما المخرج عايز يخدمني بيساعدني، اما المعد بيحاول يسهل لي اموري ويقول لي اقعد اريحك،
الموضوع يعني كلنا الموضوع اخوات يا انتوا استاذ مشكورين باسم. فعلا. تمام. انتوا مشكورين، والاستاذه بسمه ربنا برضه يعزك، ست ربنا فاضله، يعزك. وحضرتك يا استاذ حسن برضه تبنيت ربنا معانا يعزك. المشكله. ففعلا انتوا تستاهلوا كل تقدير وكل احترام. انا عايز كل فرد زاويه. انا عايز اقول في نهايه، يعني هختم بقى بعد اذنك يا استاذه بسمه. احنا تمام، مش خلاص مشكلة. الاستاذ محمد عمال يقول لي انا مش عارف اختم ازاي بعد الكلام الجميل اللي اتقال ولا دوت. الجزئيه اللي ما اتكلمناش طيب. فيها جمع انا اسف والله الوقت آسفين طارق. طبعا لينا الوقت حلقات تانية على فكره، وعد بحلقات بامر الله، بامر الله وعد بحلقات تانية. عشان في بعض اسئله عشان طبعا خلاص والله الوقت الهوا راح طار، كده. الساعه معاكم عدت جميله جدا. انا بشكركم على الهوا، وبشكر كل قياداتنا وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما عودنا طبعا في نهايه كلامه احنا كلنا بنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ويا ريت وباذن اخر الله مصر نداء تتقدم. اخر نداء الاستاذ باسم بسرعه. وانا بتمنى ان الاب الروحي لينا السيد رئيس الجمهوريه اللي بيدعم ذوي الهمم دائما في كل مؤتمراته وكل احتفالاته، يا ريت يكون ليا الشرف ان انا اعرض عليك يا فندم فكرتي، المشروع اللي هيخلي كل ذوي الهمم ليهم قطاع معين يقدروا في فكر انتاجي جديد، مصلحه تخصهم هم خاصه بذوي الهمم. ويا ريت تتبنى حضرتك الفكره ديت، ويكون ليا الشرف بمقابلتك واعرض على حضرتك يا فندم الفكره، وان شاء الله هتحقق النجاح تحت قياده عظيمه من ونقول في الاخر تاني، في اخر كلامنا تاني ونهائي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا تحيا مصر. مصر. السلام عليكم، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجنا بسمه البكره.